السلام عليكم. استكمالا لسلسلة الريفيوهات اللي طلبتوها مني عن المنتجات اللي بجربها، سواء سيرم، كريم، اي حاجة عناية بالشعر والبشرة. هنتكلم النهاردة على سيرم دكتور رشيل بتاع الهيلورونيك اسيد. نفس العبوة دي في منها بتاع دكتور رشيل، نفس السيرم موجود منه برضو تاني بالفيتامين سي، وفي موجود بالكولاجين، موجود بالالوفيرا. هو موجود من الاصدار ده 4 انواع. احنا هنتكلم عن الهيلورونيك النهارده. وهو ليه فوايد مختلفة عن باقي أنواع السيرم. السيرم ده ميزته حلوة قوي في إن هو بيشد البشرة، بيشد الجلد ليكي، بيخليه كده رطب ومرن. بيستخدم في محاربة علامات الشيخوخة والخطوط الرفيعة كمان اللي في الوش والتجاعيد. كمان بيحفز الجلد، بيخليه حلو قوي. بيحفز الجلد إن هو ينتج الفيتامينات اللي موجودة في البشرة عشان تخلي البشرة ناعمة ورطبة، وبيبقى مشرق ويعني فيه حيوية وشباب كده من الآخر تظهر فيه. قلنا في منه 4 أنواع. سعره بيختلف من مكان للتاني، في ناس بتبيعه لحد 200 جنيه. هسيب لكم لينك برضو متوفر فيه السيرم ده بأنواعه. أنصحكم تجربوه ولا لأ. أي نوع سيرم ممكن تجربوه. آم، ممكن يبقى حلو، لكن اختاري اللي يناسب مع بشرتك. اختاري انت عايز تعملي ايه في بشرتك وبناء عليه تستخدمي السيرم. فانا قلت لكم فوائد السيرم ده، واعمل لكم برضو ريفيوهات عن باقي انواع السيرم اللي هو الثلاث انواع التانيين. ده استخدميه نقطة على الوش وتدلكي بيه. ممكن كمان تستخدميه كان برايمر قبل الميك اب، وهو اخر نقطة كمان تقدري تستخدميها لو انت بتعتني ببشرتك اعتناء تام، يعني غسول وهكذا وهكذا. اخر نقطة هو ده.